السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده نتكلم عن ماده الفيزياء في ثانويه عامه وازاي تذاكرها وازاي كل حاجه. لكن قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناه وتشير الفيديو مع اصحابك عشان كله يستفاد. ويلا بينا نبدا. وان شاء الله النهارده نتكلم عن 5 مواضيع، وهم: افضل مدرس فيزياء اونلاين، 2 افضل كتب تحل فيها، 3 ازاي تذاكر حصه الفيزياء، 4 ازاي تحل وتتعامل مع الاسئله، 5 حل المشكله الاكبر وهي انك تبقى فاهم بس مش بتعرف تحل. ونبدأ بأول حاجة، وهي مين أفضل مدرس تاخد معاه فيزياء أونلاين؟ قولا واحدا هو الأستاذ محمد عبد المعبود، لعدة أسباب. أول حاجة، هو مدرس خبرة كبيرة جدا، وده انعكس جدا السنة دي في الامتحان بتاعنا اللي كلنا اتلسوعنا فيه، اللي هو نظري. ليه؟ هو عارف ان الفيزياء ملهاش امان، وعارف ان كل معلومه في الفيزياء مفيش معلومه اهم من معلومه. فكان بيشرح لنا في اي سواء في الدرس اللي هي حصه الشرح الاساسيه او في مراجعات النهائيه ومراجعه نهائيه للامتحان، كان بيشرح كل حاجه في الدرس نظري. كان بيقعد فكره عمل الاجهزه اللي موجوده عندنا، كل حاجه، اي حاجه لها علاقه بالدرس، المسائل، حتى المسائل القديمه اللي جت في الثانويه العامه القديمه، كل حاجه كان بيقولها لنا. في حين المدرسين التانيين او اغلبهم كانوا بيشرحوا المسائل بس، لا، ولكن مستر محمد عوود كان بيشرح كل حاجه لها علاقه بالنظري، وكان بيجيب لنا افكار عليا في النظري كمان. فده اللي خلى معظم الطلاب اللي عرفوا يتعاملوا مع الامتحان كانوا عند مستر محمد عوود. ليه؟ لان ده هم متعودين عليه من عند المستر، لانه هو بيشرح كل حاجه. يعني كان بيشرح لنا في النظري وحدات المكافاه، يعني وحدات المكافاه دي ما فيش مدرسين كتير بيشرحوها. كان بيشرح وحدات المكافاه، كان ممكن يدينا سبوره كامله ربع ساعه لوحدات المكافاه. ليه؟ انه عارف انه ممكن في الامتحان يروح خطفك كده على سؤال، فانت ليه تخسر السؤال؟ فهو بيروح قايل لك كل حاجه النظري، طبعا كل حاجه في الدرس هو بيقولها لك. تاني حاجه، انه حرفيا المدرس ده يعني منظومه كامله، عنده دعم علمي 24 ساعه. لو بتذاكر امتى، يعني احنا كنا بنذاكره بالليل مثلا الساعه 2 3 الفجر، كنت تخش اي سؤال يقف معاك تخش تسال الدعم عنده، كان بيرد على طول. يعني كمان بيرد مش بعد ربع ساعه شبه المدرسين التانيين، لا، ده ما بيكملش 5 دقايق. وان شاء الله لو جبت له سؤال من كتاب من المريخ هيحله لك. يعني ما عندوش اللي هو قول لي ايه مصدر الكتاب، لا الحته دي مش عليك، حتى لو الحته دي مش عليك يقول لك الحته دي مش عليك ويروح شارحها لك. ده الناس التيم الدعم العلمي عنده محترمين جدا وعلى اعلى مستوى. ثانيا، وايه افضل كتاب تحل فيه؟ عندك كتابين، اولهم كتاب الامتحان، وده اهم كتاب لازم تجيبه. يعني انت هتاخد مستر محمد معبود، هات مذكرته وكتاب الامتحان. طب لو المدرس بتاعك، لو انت مش بتاخد في السنتر، والمدرس بتاعك مش عامل لكم مذكره وجايب لكم كتاب الامتحان، وانت عاوز تجيب كتاب تاني افضل كتاب هو كتاب التفوق. بس الكتاب الامتحان ده يعني كتاب متميز جدا، ده افضل كتاب في الفيزياء. في كتب تانية يعني بس بتحسها بتأفور، يعني دول افضل كتب قريبه من الامتحان. يعني سيبك من الكتب التانية، هو الامتحان والتفوق، غير كده لا. ميزه كتاب الامتحان اللي هو بيجيب افكار قريبه من الامتحان جدا. وفي يعني حاجه حصلت السنه دي يعني مثيره للشك، ان كتاب المراجعه النهائيه بتاعه كان الامتحانات فيه، كان فيه تقريبا 20 امتحان. يعني الامتحان كان بيبقى 44 سؤال، كان بيبقى فيهم 37 سؤال نظري. يعني كنت بتتعب قبل ما تلاقي المسائل، فده تحسهم كانوا عارفين الامتحان هيجي نظري. فده يعرفك ان الكتاب الامتحان يعني قريب من الوزاره، هو اصلا هو الكتاب الوحيد اللي موثق من الوزاره. ففي كتاب الامتحان تحسهم بيبقوا عارفين الدنيا، فانت لازم تجيبه في المراجعه النهائيه في الشرح يعني في السنه العاديه يعني. وكتاب التفوق برضه كان حلو جدا، انا جربته في المراجعه النهائيه، كان حلو واسئلته حلوه وقريبه جدا من الامتحان، كمسائل وكافكار، وحتى برضه كان بيبقى فيه افكار نظري جت منها في الامتحان. فكده هم دول الكتابين المميزين اللي انت ممكن تجيبهم. ثالثا، ازاي تذاكر الفيزياء او ازاي تتعامل مع حصه الفيزياء بصفه عامه؟ اول حاجه، لازم قبل ما تروح الدرس سواء تاخدها حصه سنتر او اونلاين، لازم تجيب لو معاك كتاب شرح، لازم تقرا الدرس منه. ده بيهيئ ذهنك جدا لما تروح للمحاضره او تروح للحصه، بيخلي ذهنك عاوز يعرف الحاجات اللي انت كنت بتقراها دي معناها ايه. فانت لما بتقرا حتى لو مش فاهم تفسيراتهم او مش فاهم قوي، انت بتفهم بنسبه 10% 20% كده. فانت لما تروح الحصه ذهنك هيخليه مركز مع المدرس عشان يعرف تفسير الحاجات اللي انت كنت قارئها. الحاجه دي ممكن تعملها في الاونلاين وده يفضل يعني، بس في السنتر لو انت مش متعود ان انت تكتب والمدرس وهو بيشرح يعني مش هتعرف تعملها. ليه؟ هتتشتت. في الاونلاين ممكن انت تسمع الجزئيه وتفهمها وبعدين توقف الحصه وبعدين تكتبها. لا، في السنتر ممكن ما تعرفش تعمل، مش هتعرف تعمل كده. هو المستر بيقعد يشرح فانت مش هتعرف تكتب وراه. فالافضل في السنتر اللي انت تقعد في حته تكون قريب من المستر، شايفه عدل، وتبعد عن اصدقائك وتقعد تبقى مركز جدا في الحصه، وزي ما قلت لك يعني تكون محضر الدرس زي ما قلت لك، وتحاول تفهم على قدر الامكان كل حاجه المستر بيقولها.
ولما تروح في البيت تحاول تلخص انت الدرس مع نفسك بعد ما تذاكره. هقول لك دلوقتي تذاكره ازاي. ثالثا بقى المستر وهو بيشرح، وبالاخص الجزء بتاع المسائل، لان اي مدرس بيحل معاكم مسائل في الحصه، لازم تركز معاه وتشوف هو بيستخدم القوانين امتى. يعني إن مثلا الدرس بيبقى فيه 3 4 قوانين، تشوف هو بيستخدم القانون ده امتى. يعني ايه اللفظ اللي لو اداهولك تستخدم القانون ده، ايه الحاجه لو مطلوبه تستخدم القانون ده. دي اول حاجه. لازم تشوف المستر بيحل ازاي. ودي المشكله اللي يعني اللي بتقابلنا، اللي بتقابل الشباب، اللي هو ازاي انا ببقى فاهم بس مش عارف احل. ودي هنتكلم عليها في اخر الحصه. فمن اهم الحاجات يعني اللي تحلك المشكله دي، لازم تقول المستر بيشرح او بيحل الاسئله، لازم تشوف هو المستر بيحل ازاي. يعني شوف طريقة تفكيره، شوف هو بيختار القانون بناء على ايه، بيحل السؤال ازاي، بيطلع المعطيات وبعدين بيحل. وشوف يعني تركز معاه تشوف هو بيحل ازاي. ولو اي جزئيه في الحل انت ما فهمتهاش تقول له طب ليه انا ما استخدمتش كذا، طب ليه ما حلتش بالطريقه الفلانيه كده. لازم تبقى رخم في الحته دي لو انت يعني ايه مش بتفهم الاسئله بسرعه. فاهم حاجه ان انت تشوف المستر بيحل ازاي، لان دي اللي هتخليك تكتسب مهاره الحل. رابعا بقى ازاي تذاكر الحصه. بقى انت خلصت ازاي تذاكر الحصه. اولا تجيب السكتش او اللي انت كتبت فيه او المذكره بتاعه الشرح، وتجيب الدرس من اوله وتحاول تشرحه لنفسك، انك انت المدرس وانت الطالب. تحاول تشرح كل حاجه لنفسك، يعني اي كلمه في الدرس لازم تشرحها لنفسك. ولو في حاجه حفظ تحفظها. وكمان لو انت اصلا فضلت تكتب ورا المدرس، وبالاخص لو اونلاين، الحاجات النظريه وانت بتكتبها وبتسمعها ده بيثبت المعلومه وبتثبت الحفظ بطريقه حلوه يعني. فانت لازم اكنك انت مدرس وانت الطالب وتشرح لنفسك. يعني الطالب اللي عاوز يعرف هو فاهم الدرس ولا لا لازم يعرف يشرحه لنفسه. هتقول له انا مش بعرف اشرح ومش كده، انت بتشرح لنفسك، هنا مفيش حاجه قدامك. يعني اشرحه بالطريقه العاميه، اشرح مع نفسك. كده كده انت اللي هتفهم. فاكبر دليل انت فاهم الحصه انك تعرف تشرحها لنفسك. ولازم في الاسئله اللي المستر حلها معاكم في الحصه بعد ما تخلص لازم انت تحلها مع نفسك، عشان تشوف انت فهمت اللي انت شرحته لنفسك ولا لا. رابع حاجة بقى ازاي تحل في أسئلة الفيزياء، ازاي تقسم الحل. أولا الفيزياء من المواد اللي لازم فيها ما تحلش الأسئلة مرة واحدة. أو مثلا أنت عليك واجب مثلا 60 70 سؤال ما تحلهمش في يوم واحد. أنت مثلا خدت الحصة الأربع، تذاكر الحصة بالطريقة اللي أنا قلت لك عليها أو شوف بطريقتك يعني. بس أهم حاجة إن أنت تقعد تشرح نفسك زي ما قلت لك. أول حاجة مثلا الواجب 80 سؤال، تروح حلل في أول يوم 40 سؤال، تاني يوم كمان 40 سؤال. كده أنت خلصت الواجب بتاع المذكرة بتاعتك او اللي المستر اداها لكم. طبعا لو اول 40 سؤال دول لقيتهم اسئله سهله يعني خش على ال 40 التانيين، يعني خد منهم حبه. يعني انت هتقسم الواجب هو على اول يومين. تجيب انت بقى كتاب تاني سواء كتاب الامتحان او كتاب التفوق، ويفضل يعني الامتحان الاسئله بتاعته تقسمها هي كمان على يومين. طب ليه ما احلش مره واحده؟ الفيزياء من المواد اللي انت عاوز تحل فيها كتير ولكن بذكاء، ولازم تبقى على فترات علشان تقدر تستفيد منها وتعود ذهنك على الاسئله وطريقه التفكير. يعني انت لو حليته مره واحده كده انت بالنسبه لمخك انت اتعاملت مع الفيزياء مره واحده بس، فالافكار ممكن يعني من الارهاق الافكار كلها والطرق الحل والمسائل وكل الحاجات دي ممكن ما تثبتش في دماغك. اللي انت بقى تحلها كل يوم تاخد جزء تاخد جزء تاخد جزء يخليك تستفاد اكتر، ويخلي المعلومات تثبت وبيتفهمك اكتر. ولازم برضو لو الحصه مثلا بتاعتك يوم الاربعاء لازم يوم الثلاث تكون سايب حبه من مثلا كتاب الامتحان. لازم تكون سايب حبه مثلا حوالي 20 25 سؤال. ساعة اللي هو يوم الثلاث مثلا تروح جايب الدرس قرأه تاني او ملخص القوانين اللي انت كنت جايبها، هو درس فيه قوانين بس، تذاكرها وبعدين تحل ال 25 سؤال. وحاجه بقى تاني يعني اهم حاجه وانت بتحل، دي اهم حاجه، وانت بتحل اي سؤال يقف معاك سواء فكرته حلوة سواء انت غلطت فيه، لازم تجيب سكتش وتسجل فيه اخطائك. تكتب السؤال يعني مثلا سؤال انت ما فهمتوش عشان الفكرة دي جديدة عليك، انت تحاول تلخص الفكرة وتجيب السكتش زي ما قلت لك وتكتب فيه الفكره دي. تكتب مثلا الفصل الاول درس المقاومات، انت ما كنتش فاهم الفكره مثلا بتاعه ان لو المقاومه لو بين نقطتين نفس فرق الجهد فالمقاومه دي بتتلغى، فانت مش فاهمها، فتروح جايبها كاتبها بالطريقه العاميه اللي انا قلتها لك دي، وتروح داعمها برسمه تكتب جنبها الرسمه اللي هي بتعبر عن كده. مثل برضو على كل حاجه انت وقفت معاك، سواء فكرة حلوة حاجة انت غلطت فيها ولازم تسجلها عشان كل مادة لازم ترجعها. ولازم وانت بتحل عارف بقى لما انا قلت لك لخص القوانين، تجيب ملخص القوانين ده تجيبه جنبك وانت بتحل.
كل قانون تحاول تكتب جنبه ايه الاسئله او ايه العلامات اللي بتبقى في السؤال اللي انت تستخدم فيها القانون ده، لان ده هيميزك جدا وهيخليك قدام لما تقرا اي سؤال خلاص بقى انت برمجت ايدك ودماغك على انك اول ما تقرا حاجه في السؤال تروح مستخدم القانون ده، فده هيميزك جدا. فلازم تكتب جنب كل قانون بتستخدم امتى او اللفظ اللي اول ما تشوفه تستخدم القانون ده. خامسا واخيرا واهم واكبر واشهر مشكله في الفيزياء في ثانويه عامه، يجي يقول لك انا فاهم الدرس ومذاكر ومركز واجي احل مش بعرف احل. بص، اولا مفيش شخص فاهم الدرس مش هيعرف يحل، اكيد في خلل في حاجه عندك. واعرض لك شويه المشاكل اللي اتكلمت مع شويه شباب كان عندهم نفس المشكله دي، فلما سالتهم استنبطت عن المشاكل هي اللي ادت لكده. اول مشكله او اول حاجه انت بتعملها ممكن تخليك تيجي تحل ما تعرفش تحل، ان انت لو اونلاين تسمع الحصه على 2 اكس. يعني يا جدعان اقسم بالله العظيم اللي بيسمع على 2 اكس دي يعني، اقسم بالله تسمع 2 اكس دي ممكن تبقى مركز، ايوه بسمع على 2 اكس انا فاهم، بيديك احساس زائف باللي انت فاهم او احساس مؤقت. انت قاعد تقول المستر كل ما يشرح جزئيه يقول انا فاهم انا فاهم انا فاهم انا فاهم، بعد ما تخلص الفيديو انت بالنسبه لك انت فاهم بس انت صحراء مع ان انت مش فاهم حاجه. فدي من اهم الاسباب واكتر الحاجات اللي يعني سالت كذا واحد قال لي ايوه فعلا بتتفرج على 2 اكس، قلت لهم دي مشكله، انت تتفرج على 2 اكس بيديك احساس زائف اللي انت فاهم بس انت والله ولا فاهم ولا اي حاجه. فلازم لو انت بتسمع الحصه اونلاين اخرك 1 وربع، ما تسرعش ما تسرعش، والله العظيم ما هتفهم او هيديك احساس زائف بالفهم ولكن ما تعرفش تحل. تاني حاجه بتعملها ممكن تؤدي للمشكله دي هو ان المدرس بتاعك اللي انت خدت معاه الحصه ممكن ما يكونش حل اسئله بالقدر الكافي والافكار اللي هي الافكار الرئيسيه في الدرس اللي تخليك تقدر تتعامل مع الاسئله، لان في كل درس فيه افكار رئيسيه دي اللي بتفتح لك الباب لكل الافكار التانية. في افكار لازم المدرس يشرحها، فممكن انت تروح واخد عند مدرس او الحصه دي المدرس ما يعني ايه ما ادكش اسئله بالقدر الكافي، فده هيخلي عندك خلل في اللي انت تحل الاسئله. طب لو انت يعني اكتشفت اللي انت عندك المشكله دي، اول 20 25 سؤال من الواجب اسمعهم من المدرس، يعني ما تحلهمش انت، ما تفكرش فيهم انت، اسمعهم من المدرس. اول 20 سؤال اسمعهم انت والمدرس وتشوف هو بيفكر ازاي، وتشوف الالفاظ الجديده في الدرس والقوانين بيستخدمها امتى وكده، وتحل انت بقى من بدايه 20 سؤال ده لو المستر بتاعك محلش اسئله كتير في الحصه. تالت حاجه بقى ممكن تكون بتعملها في الفيزياء بالاخص وبتخليك مش عارف تحل، هو انك مفكر ان الفيزياء قوانين. يعني انت تقول انا فاهم الفيزياء انا فاهم الدرس، اقول له فاهم ايه، اقول له انا حافظ القوانين عارف القوانين. الفيزياء مش قوانين بس، الفيزياء ظواهر وحتى المسائل بتعتمد على الظواهر. فانت ما تكونش حافظ لي القوانين تقول ايوه انا حافظ القوانين، طب انت ما بتعرفش تطبقهم ليه؟ لانك مش فاهم الدرس، انت حافظ القوانين بس او بمعنى صح بصمج القوانين بس انت مش فاهم ايه الحاجات دي، مش فاهم الالفاظ، مش عارف تتعمق فيها. فانت لازم في الدرس يعني تفهم كل حاجه النظري حتى في المسائل لازم تفهمه، لازم تكون فاهم النظري، من غير نظري مش هتعرف تحل المسائل اصلا. فانت لازم تهتم بالجزء النظري وتحفظه وتفهمه، وبجانبه تحفظ القوانين، ما تحفظش القوانين بس بدون مش عارف تحل. رابع حاجه انت ممكن تكون بتعملها وتخليك ما تعرفش تحل، ودي من الحاجات الشائعه، ان انت داخل ثانويه عامه عندك ستيريوتايب عن الفيزياء مخليك مش عارف تحل. يعني انت داخل قال لك الفيزياء بعبع، الاسئله صعبه، حاجات بتيجي من بره المنهج، محتاج واحد من المريخ، فانت داخل عندك خلفيه عن الفيزياء ان هي صعبه جدا تتحلش. فانت لو طول ما انت عندك الخلفيه دي، يعني لو عملت ايه بالله لو اينشتاين نفسه جه شرح لك مش هتعرف تحل. فانت لازم تتخلى عن كل الخلفيات اللي عندك عن الفيزياء وتعيش تجربتك، انت عيش تجربتك. والله العظيم يعني انا ما كنتش بحب الحفظ، او بمعنى صح كنت مصدر لنفسي ان انا مش بعرف احفظ، ولكن في الكيمياء مثلا في ثانويه عامه مليانه حفظ اهي، انا حفظتها ليه؟ لان اتخليت عن كل ده جدا، اتخليت عن ده كل ده. مش انا ما بعرفش احفظ، طب مش كبر دماغك، مش بيقولوا الفيزياء صعبه كبر دماغك، انت عيش تجربتك انت، تخلى عن كل حاجه ليها علاقه بالفيزياء دي. والله العظيم من اهم او من اكتر الحاجات اللي بتخليك ما تعرفش تحل. انت خلاص انت عارف ان الفيزياء دي الاسئله دي ما بتعرفش تحلها، طبعا هتقف قدامك تعمل كده مش هتحلها. فانت لازم تتخلى عن كل ده وتحاول تحل وتبدا بالاسئله السهله تاخد بيها ثقه، وبعدين تكمل في باقي الاسئله. وبس ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان اكون فدتك، ولو عندك اي سؤال اكتبه تحت في التعليقات وارد عليك ان شاء الله. وما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك وتشير الفيديو مع صحابك عشان الكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.